انتوا تعرفوا ان البيت ده مسكون بالجن؟ ده الكلام اللي اتقال لي لما حكيت قصتي لواحده صاحبتي، فقلت لها ساعتها اني اتنقلت من بيتي ورحت البيت جديد. في الاول حياتي كانت طبيعيه، بس بعد كده ابتديت الاحظ حاجات غريبه في البيت ده، زي مثلا بكون نايمه عادي جدا وببتدي اسمع صوت امي بتنادي عليا، او حتى اخويا الصغير بيدخل عليا وانا نايمه يطلب مني حاجات، ولما بصحى واساله تاني يوم الصبح انت صحيت في نص الليل وطلبت مني الحاجه الفلانيه، بيرد عليا وبيقول لي لا. في يوم من الايام اختي زارتني جوه البيت وكان معاها ابنها الصغير اللي عنده 5 سنين، وفجاه ابنها ابتدى يصرخ ويشاور على الحمام ويقول في ست واقفه في الحمام وبتخوفني وشكلها وحش جدا ومرعب. هنا بقى انا قلت اكيد البيت ده مسكون، وابتديت ابحث ورا تاريخه واكتشفت حاجه مرعبه جدا. اكتشفت ان في سيده كانت عايشه في المنزل قبل زفافها، وفي يوم زفافها وهي لابسه فستان الفرح زوجها تخلى عنها وسافر. ساعتها هي قررت ان هي تنتحر من الدور الرابع، الدور اللي فيه البيت، ومن بعد اليوم ده كل اللي بيروح البيت بيجزم بوجود حاجات غريبه ومرعبه. انا بقى لحد النهارده مش عارفه هو اللي ساكن البيت ده روح السيده، ولا الجن استغل وجود حادثه مرعبه جوه البيت وسكن فيه.